النهاردة إحنا على ميعاد في محطة مصر عشان نقابل مضحكات الليلة الشاب الجميل أبو دم خفيف رضا. صباح الفل يا ست الكل، معاك رضا المسيري من شركة المصرية للمبيعات. نحن نختلف عن الآخرين خالص. رضا أو الفنان الجميل كريم عبد العزيز في الفيلم اللي كتبه بلال فضل وأخرجه أحمد نادر جلال سنة 2006. شاب بسيط زي غيره من الشباب تايه في الحياة، بيدور على حلمه وطريقه في عالم متلخبط. أدهم بيه، أنا اتمرمطت في صال مع النسوان. أنا ما درستش تجارة عشان أقف أبيع ولا ألعب بصراحة. وفي وسط زحمة حياته وظروفه المكعبلة بيروح محطة مصر، وهناك بيقابل ملك أو الجميلة منة شلبي. ملك في الفيلم عكس رضا، من عيلة غنية وأبوها من الأعيان، لكنها بتقع في حب شاب ندل بيوعدها إنه يجي يتقدم لها، بس بيتهرب منها. ولأن والدها جلال بيه عاوز يحافظ على مكانته في البلد، بيقرر يجوزها جواز مصلحة، فما بتلاقيش قدامها غير رضا تقنعه يمثل دور جوزها قدام عيلتها بمقابل مادي لحد ما تحل مشكلتها. يا فاكرة؟ لا، أنا ما أحبش حد يمد إيده على مراتي أبداً. نعم يا أخويا، ده شرع ربنا مش كلام يا باشا. رضا لما بيجي يعيش معاهم في البلد بتحصل مفاجآت كتير قوي وبيقع في مشاكل أكبر، بس ملك بتتفاجئ واحدة واحدة بشخصيته وجدعنته لحد ما في الآخر بتقع في حبه. وحشتني يا رضا. هنكتب وسط الفاكهة دي كلها تحمض. كريم عبد العزيز واحد من الشباب اللي بدأوا رحلتهم مع السينما من سن صغير جداً، بس بدأ يشتهر مع بداية الألفية الجديدة في السينما، خصوصاً لما طلع مع النجم أحمد زكي في اضحك الصورة تطلع حلوة سنة 98، لغاية أول بطولة ليه لما عمل حرامية في KG2 سنة 2001، ونجح ببساطته وعفويته إنه يعمل أفلام كوميدية راقية. ورغم إنه ما كملش في مجال الكوميديا، بس قدر يسيب على السينما بصمته كواحد من المضحكاتية الشباب الأخف دم في تاريخ الدراما وسط نجوم كتير من ولاد جيله.